عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيتكم بوصفة ولا أروع اقتصادية وسهلة وبنينة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا عصير نجاص مكونات سهلة وبسيطة والطعم أبن وأحلى من العصير الجاهز. وكما تعرفوا ديما الحاجة اللي نصنعوها في الدار تكون أبن وأنظف من البرا، خاطر البرا ما نعرفوش اسكو نظيفة وإلا لا، وزيد يستخدموا في مصبرات، وتعرفوا الحاجات هذه الكل تضر بصحتنا. المكونات هي نحتاجوا نجاص وكاس سكر وعصرة قارص. بالنسبة للنجاص تحبوا الفريش يعني جديد عادي، ولا تحبوا هذايا الطايب؟ علاش قلت لكم الوصفة اقتصادية؟ خاطر الطايب هذايا أول حاجة يتباع أرخص من الآخر، ثاني حاجة إذا طاب وهو في الدار هوانا ما تسخيلوش اللي هو فسد وترموه. بحول الله كل شيء يعني نستخدموه وما نلوحوا حتى شيء. اول حاجه نفخوه 10 دقائق في ماء وفيه مغرفتين خل يتنفخ، ومن بعد نعاودوا نغسلوه، ومن بعد كما تشوفوا قاعده نصفي فيه وباش نقشر القشره متاع الكل ونحيله القلب من داخل، ومن بعد تنوريكم شنو باش نعملوا له. كما تشوفوا قاعدة نحيلة في القشرة متاع الكل، ما تخلوا حتى حاجة، تبقى كان النجاسة نظيفة. ومن بعد نقسموها على زوز ونحو هذاك القلب ونخلو كان نجاس. كملت الكمية الكل وراني ما حسبتش قداش، يعني ما نعرفش كان كيلو ولا أقل شوية ولا أكثر، على خاطر ما وزنتش، يعني عملت هكا الكعبات اللي عندي. المهم انتو بعد ما تقشروهم وتقصوهم هكا تجيبوا كاس كبير متاع ماء وتغطوهم، يعني حتى الكمية إذا أكثر ولا أقل، المهم الماء يفوت شوية العصير باش يجينا خاثر، ما تكثروش خاطر يجينا جاري برشا ومش بنين، وإذا قللتو يجي خاثر برشا، يعني دوب ما يغطيه. وتوا باش نحطهم على الغاز يطيبوا، بالنسبة للنار عادي عالية وإلا متوسطة كيف كيف، المهم يوصل لمرحلة الغليان كيما هكا ولون الماء يتبدل. ولهنا كان لقيتو قشرة قاعدة تلزقة في النجاسة بالطبيعة باش تبعد بالماء وتتنحى، نحاولوا نحاها حتى إذا ما نحتوهاش يعني عادي باش يترحي من بعد ما ولا يغلي كما قلت لكم واللون متاع الماء تبدل، نحوه من على الغاز ونجيبو ميكسور باش نرحوه، نحو كعبات النجاص نحطوهم في الميكسور مع كاس ماء ونرحوهم، ومن بعد تنوريكم كيفاش نعملوله. بالنسبة لطريقة العصير هذايا تنجموا تعملوها مع أي غلة أخرى كيما فريز، بنان، خوخ. جربت الخوخة معاكم وطلع بنين مش نورمال، وعملت لكم فيه حبيبات طلع أحلى من عصير راني حبيبات، صدقوني مش نورمال، جربوه ما تندموش، برغم لي طريقة سهلة مكونات بسيطة وطلع أحلى من الجاهز. وبطبيعة متاع الدار باش يطلع أبن من الجاهز خاطر كونسونتري أكثر، يعني غلة وهي اللي صنعنا منها عصير، مش كيما البرا مي ويعملوا لها شوية منكهات ومصبرات. وانتو اكيد تعرفوا اضرار المصبرات والحاجات اللي يعملوها في العصير، خاطرها كلها سكريات وماء، يعني ما فيهاش منافع، مش كيما متاع الدار غلة ونرحوها. نجول الماء اللي خليناه نزيدوه كاس سكر. بالنسبة لي خليت من مغرفة لمغرفة ونص، ما عملتهمش، ما حبيتش يجي حلو برشا. انتم كيما تحبوا حلو تحبوا ناقص كيما تحبوا. ومن بعد باش نزيد عليه العصير اللي رحيناه، النجاص اللي رحيناه، وباش نحطوه يطيب على النار.
بعد ما صبيت عصير نجاست على الماء لقيت فما كعبات مازالوا ما طرحوش كيما تشوفوا. كان تحبوا خلوهم باهين في الطعم محلاهم كي تبدو تشربوا يجيكم هكا قطاع من النجاز. بالنسبه لي زدت ريحتهم خاطر يعني اهلي ما يعجبهمش الحبيبات اللي في العصير، يحبوا عصير كهو. ونحضروا لهنا مغرفه قارص، كي يوصل الخليط متاعنا ولا العصير يغلي نصبوا عليه مغرفه القارص، وبطبيعه نحاولوا هذيك الرغوه نحوها لهنا، نحيتها باللوش نحالي شويه ما كيما تشوف، يعني هو منقوب ماهوش باش ينحي كميه كبيره، من بعد باش نجيب مغرفه ونحي بها. المهم تزيدوا مغرفه القارص كي يغلي وتخلوه 5 دقائق وطفوا عليها، سي العصير متاعكم محضر. العصير متاعنا حضر، تو باش نصبه في دبوزة باللار. كان تحبوا تحتفظوا بيه في الفريجيدير عادي حطوه في دبوزة باللار، والا كان باش تحتفظوا بيه مدة طويلة تحطوه في دبوزة بلاستيك وحطوه في الكونجيلاتير. وقت اللي تحبوا تستخدموها وين تجبدوه قبل بوقت حتى يذوب وتصبوه وتقدموه عادي. وما شاء الله من كمية نجاص صغيرة قداش عملت عصير، والقوام خاثر كيما تشوفوا، وكي يبرد يزيد يخثر أكثر. وهذه كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وكان جربتوها اكتبولي في كومنتير وخلولي جيم وكومنتير مزيان كيفكم، واشتراك اذا ما زلتوا ما اشتركتوش في قناتي، ونشوفكم في وصفة اخرى. باي باي.